اهلا بيكم في حلقه جديده من تاك توك. في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن التجسس على التليفونات بطرق مختلفه، لكن اغلبها ليها علاقه بالانترنت، وعرفنا قد ايه في طرق خبيثه للتجسس على تليفونك حتى من غير ما تحس. وده ادعى انك تتعلم ازاي تحمي نفسك، لان مفيش طريقه تانية غير كده، ومفيش حل واحد للحمايه، علشان امن المعلومات عمليه مستمره، مش مجرد برامج سيادتك بتنزلها على التليفون وخلاص. ده اسلوب حياه، لاننا بقينا عايشين في عالم مليان اجهزه الكترونيه وكلها ممكن اختراقها. عشان كده امن المعلومات لازم يبقى اسلوب حياه وطريقه تفكير، ولازم تستثمر في نفسك شويه وتتعلم حتى الاساسيات اللي تخليك في امان. بسبب الهواجس اللي بقت عند الناس، خصوصا اللي شغالين في جهات حساسه، هتلاقي اغلبهم قرروا انهم يبعدوا عن الاجهزه اللي ممكن تدخل على الانترنت او فيها واي فاي او حتى ليها برامج منتشره زي التليفونات النوكيا او اي تليفونات قديمه، متخيلين ان التليفونات دي امن من التليفونات الحديثه. في الحقيقه ده كلام ممكن يكون صح، بس مش بنسبه كبيره، يعني ما ينفعش تعتمد عليه كاسلوب حمايه فعال. مش معنى ان حضرتك معاك تليفون قديم فانت امن، بالعكس ده ممكن يكون مليان ثغرات لا تتخيلها. ومش معنى انه ما بيدخلش على الانترنت يبقى انت في امان، عشان اي جهاز متصل بشبكه في الحقيقه هو مش امن بنسبه كبيره. فعليا انت حميت نفسك من الهجمات اللي معتمده على تطبيقات بتتحمل من الانترنت او هجمات ليها علاقه بالواي فاي. غير كده انت ما عملتش اي حاجه، بالعكس ده تليفونك ده وسيله سهله جدا للتجسس عليك، خصوصا لو اللي عايز يتجسس عليك عارف مكانك او عارف مكان شغلك او عارف انت ساكن فين او انت مين. طبعا انا عارف ان في ناس كتير جدا اتصدمت لما سمعت الكلام ده، بس في الحقيقه انا لسه ما صدمتكش خالص، ولا لسه قلت اي حاجه، احنا لسه بنقول يا هادي. وعشان كده انصحك لو عايز تفهم الموضوع اكتر تجهز ورقه وقلم كده وكوبايه شاي وتقعد تكتب الكلام اللي احنا هنقوله النهارده، عشان مش هتلاقيه في اي حته بسهوله وبالعربي. وحاول تتفرج على الحلقه اكتر من مره على يوتيوب. في ظل حرب التسريبات اللي منتشره في كل حته، خصوصا تسريبات المسؤولين، ناس كتير جدا دماغها بدات تفكر هو في كده؟ طبعا انت هتقول لي ايوه هو ده. لا ما تبصليش كده، مش قصدي التسريبات اللي في بالك يا خبيث، خلينا نكمل احسن. في سنة 2014 وقت المشاكل اللي كانت حاصلة ما بين روسيا وأوكرانيا على شبه جزيرة القرم، واللي هي بالمناسبة مشاكل من زمان جدا، تاريخها يرجع للقرن 19 من أيام صراع الإمبراطورية الروسية مع الإمبراطورية العثمانية في الحرب المعروفة باسم حرب القرم. وده موضوع كبير جدا لو عايز تفهم يعني أساس الصراع اللي موجود دلوقتي على المنطقة، بس ده مش موضوعنا أكيد. المهم اللي يهمنا في الوقت ده ان كان في صراع ما بين روسيا وما بين اوكرانيا على جزيرة القرم اللي هي في اوروبا الشرقية، واللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي قبل ما يتفكك. ظهر بقى في الوقت ده تسريب لمكالمة تليفونية لمسؤولة العلاقات الأوروبية في الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، وبين السفير الأمريكي في أوكرانيا جيوفري روسبيات. المكالمة طبعا كانت بتدور حوالين الأزمة في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وموقف الاتحاد الأوروبي، لكن فيكتوريا نولاند شتمت الاتحاد الأوروبي في المكالمة وقالت لفظ ما ينفعش نقوله على الهوا، لكن بشكل مؤدب، يعني اللعنة على الاتحاد الأوروبي. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. The EU. No, exactly. And again, the fact that this is out there right now. طبعا الموضوع عمل أزمة، وبعدها بكام يوم في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الصحفيين فتحوا موضوع المكالمة وسألوا مين اللي ورا التسجيل ده. I don't have any other independent details about the origin of the YouTube video. You're right. This is clearly happened overnight and is relatively new. But this is something they've been actively promoting, posting on, tweeting about, and certainly that we feel that represents. مبدئيا المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أقرت بالتسجيل وما نفتهوش، وده موضوع مهم جدا. الأهم بقى إنها قالت إن روسيا ممكن تكون ورا التسريب، بحكم إنهم أول حد اتكلم عنه على السوشيال ميديا، خصوصا على تويتر. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، بما إن الأمريكان أقروا بإن التسريب صح وإن روسيا احتمال كبير تكون ورا التسريب، تفتكر ده حصل إزاي؟ وإيه الطرق التقنية اللي ممكن تكون موجودة فعلا تقدر تعمل حاجة زي كده؟ قبل ما نجاوب بقى بالتفصيل، تعالى نسأل الجمهور ونشوف في حد عنده فكرة عن الموضوع ده ولا لا. حد كهاكر مثلا او حاجه يدخل على الموبايل عن طريق انترنت مثلا او عن طريق موقع انا بدخل عليها، ممكن يكون فيها هاكر يدخل على التليفون او حاجه زي كده. بيتجسسوا على
مكالمات وحاجات كده. والله اعرف ان في ناس عندها برامج اجهزه ممكن يخترق تليفونك في اي وقت. ما اعرفش، انا اول مره اعرف ان في تجسس، سمعت قبل كده بس ما حصلش ان في حد بيجسس على الموبايل بتاعي. ان الهاكرز ممكن يفتحوا مثلا الكاميرا اللي قدام ويشوفوا البني ادم اللي باصص في موبايله، يعني ايا كان بقى فتحه او قفله اي حاجه. بيبقى ليهم طرق يعني كهاكرز، يعني ان هو يدخل على الموبايل، زي مثلا اللي بيخترق مثلا اللابتوب. بيعرفوا يفتحوا الكاميرا وقت ما هم يعرفوا يفتحوها، يعني بيبقوا بيتحكموا في الكاميرا واحيانا بيعرفوا يسمعونا كمان. لا والله ما عنديش فكره، بس اعرف الناس في مهندسين للحاجات دي. بيبقى هاكر. انا اسمع ان عن طريق النت بيخترق الصفحه ممكن، لكن الموبايل دي بصراحه اول مره اسمع عنها. بيبقى في برامج معينه، ابلكيشن معينه بيبقى في الموبايل بيقدروا يخترقوا فيها. وبرضو كنت اسمع عن واي فاي مثلا بيبقى مفتوح من غير باسورد وكده، بيقولوا ان هو من خلاله مجرد ما انا بعمل كونكت عليه بيقدر هو بيشوف كل حاجه عندي على الموبايل بتاعي. ما اعرفش والله، مش عارفه، هي اجهزه امن اكيد. ممكن تحصل. في ابلكيشنز كتير بتتنزل وبتسجل من غير ما نعرف اي حاجه يعني. اكيد. انا كبني ادم بعرف اسجل مكالماتي، يبقى اكيد هم يوصلوا لها زي المخابرات وكل، بيعرفوا يوصلوا لكل حاجه. لا طبعا ممكن كل حاجه دلوقتي بقت موجوده يعني. اكيد ممكن. حاجات IT هم اللي يعني بيبقوا دارسين الحاجات دي، بيبقوا عارفين يعملوها وبيتطوروا فيها قوي لدرجه ان هم بيعرفوا يوصلوا لكل حاجه يعني. بيبقى برامج برضه. لا ما اعرفش، اكيد دي برامج لكده. اكيد بيبقى برنامج او ايقونه بتتبعت لي وانا غصب عني ممكن افتحها او كده، فبيقدروا ان هو يتحكم في تليفوني كله. برضو ابلكيشن معين بيقدر ينزله على الموبايل بتاعي، يقدر يسطبه عندي، ان انا مثلا بحيث ان انا كل ما اعمل اي مكالمه بتوصل له هو. ما اعرفش، بس في ناس بتفهم في الحاجات دي، انا مش بفهم فيها خالص يعني، بس عارف ان هي بتحصل. مش عارفه اجهزه متطوره او اجهزه مع ناس مهمه في الدوله او ايه، مش عارفه. احمي نفسي من التجسس، انا ما ادخلش على مواقع مش غير موثوق فيها يعني، او ان انا ما اسيبش موبايلي من غير لوك كود او من غير باسورد. لا انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده خالص. لا دي عايزه بقى حد يكون فاهم واتعلم منه او لا مش عارف، لسه ما عرفتهاش حضرتك، اكيد في حد يعرف. لا دي مش هعرف احمي نفسي منها ازاي. من مثلا اي ابلكيشن انا ما اعرفوش عندي على الموبايل مش لازم يكون موجود. كنت ما اعرفش هو بيحصل ازاي اصلا، هحمي نفسي منه ازاي؟ بعد المكالمه على طول بنخش رافعين البطاريه. اعتقد ممكن. لا الله اعلم. GPS كتير، GPS وكل الكلام ده بيقدر يوصل لي في اي مكان. الGPS ممكن يجيب مكاني في اي مكان. ممكن الهاكرز والناس اللي بتفهم يعني في الموبايلات. ما اكيد الموبايلات الحديثه بتعمل كده. زي ما قلنا قبل كده، اغلب المعلومات اللي هتلاقيها عند الناس مصدرها الاعلام وطرق عرض المعلومات بشكل غلط وبدون فهم عميق للتكنولوجيا، وبالتالي هتبقى معلومات مشوشه، ودي اخطر من اللي ما عندوش معلومات اصلا. المهم بقى نرجع تاني لموضوع مكالمة فيكتوريا نولاند اللي عملت أزمة دبلوماسية. تفتكر في طرق فعلا للتجسس على تليفونات مسؤولين بالمستوى ده؟ ويا ترى التقنيات دي ممكن تكون موجودة في ايدين ناس عادية، ولا الموضوع محصور في أجهزة استخبارات ودول كبيرة؟ في الحقيقة الإجابة على الأسئلة ده محتاجة حلقات كتير، والمعلومات التقنية اللي لازم تعرفها علشان تفهم القصة دي مش قليلة، لكن هنحاول نبسطها لك على قد ما نقدر في حلقة النهاردة اللي مبنية أساساً على طرق علمية ناس كتير جداً ممكن تعتبرها خيال علمي ومش حقيقة خالص. وبمناسبة الخيال العلمي تعال أفرجك على جزء من فيلم بورن ألتيميتم. I want all his phones, his BlackBerry, his apartment, his car, bank accounts, credit cards, travel patterns. I want to know what he's going to think before he does. Every dirty little secret he has. And most of all, we want the name and real-time location of his source. This is NSA priority level 4. Any questions? All right, let's get to it. ايه رأيك بقى؟ تفتكر فيه كده؟ طب اسمع بقى الكلمتين دول من إدوارد سنودن اللي سرب أسرار التجسس لوكالة الأمن القومي. We use the devices that you paid for, the services and the systems that surround you invisibly every day to watch you on our behalf. هتقول لي ما هو ده مش جديد، وعارفين إن وكالة الأمن القومي بتتجسس على أي حد، بس إيه علاقة ده بتسريب مكالمة فيكتوريا نولاند؟ يعني أمريكا مثلا هي اللي سربت المكالمة؟ لا طبعا مش أمريكا هي اللي سربت المكالمة، والموضوع ملوش علاقة بوكالة الأمن القومي، خصوصا لما تعرف إن الخيال العلمي ده حقيقة عمرك ما هتصدقها إلا لما أشرحها لك بالتفصيل الممل. بس يا ترى حضرتك بقى حضرت الورقة والقلم وكوباية الشاي؟ طب قوم حضرهم بقى على ما نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. أهلا بيكم. في حلقة النهاردة هنكشف أسرار ما اتعرضتش قبل كده في أي برنامج بالعربي ولا بالتفصيل اللي هنقوله النهاردة، فياريت تركز معانا كويس.
بعد ما اتسربت المكالمة بتاعت فيكتوريا نولان، كتير من الدبلوماسيين الأمريكان قالوا إن المكالمة تم اعتراضها في أوكرانيا، لكن محدش عارف إزاي. في بعض الخبراء خصوصا في الاتحاد الأوروبي قالوا إن المكالمة تم اعتراضها بسبب ثغرة أمنية في نظام الاتصالات العالمي والمعروف باسم SS7، لكن محدش كان فاهم يعني ايه الكلام ده، وازاي مكالمة مسؤول بالحجم ده يتم التجسس عليها وتسريبها بالسهولة دي. وقتها محدش خد باله ان في باحث في ألمانيا متخصص في أمن شبكات الموبايل أعلن في 2008 عن بحث بيتكلم عن ثغرة أمنية في نظام الاتصالات العالمي اللي معروف باسم Signaling System 7. بتسهل بقى الثغرة دي لأي حد إنه يقدر يدخل للنظام ده، إنه يستغل الثغرة الأمنية ويوصل لمكان تليفون أي شخص حوالين العالم بمجرد معرفته برقم التليفون. من 2008 بقى ولا حد اهتم بالموضوع، ولا حد فكر إنه يتكلم في المشكلة دي ولا يلاقي لها حل أو حتى يناقش الباحث ده في اللي وصل له. وده يمكن بسبب إن الباحث اللي اكتشف الثغرة دي واللي اسمه توبياس أنجل ما عملش ساعتها تطبيق عملي أو تجربة عملية علشان الناس تقتنع بالمشكلة. لكن بالمناسبة البرزنتيشن اللي عمله موجود على الانترنت من 2008، أي حد ممكن يطلع عليه لو مهتم. بعد ما اتشهرت بقى مكالمة فيكتوريا نولان وبقت حديث الإعلام، ظهر تقرير على استحياء كده في أوكرانيا بيقول إن الحكومة الأوكرانية اكتشفت إن في عدد من المكالمات والرسائل النصية ومعلومات المواقع واللوكيشن لعدد من المستخدمين في شبكات أوكرانيا تم تحويلها لروسيا في فترة 2014، لكن ما جابوش برضو سيرة مكالمة فيكتوريا نولان. في نفس السنة 2014 الباحث توبياس أنجل وصديقه كارستن نول من شركة سيكيورتي ريسيرش لاب قرروا انهم يشرحوا الموضوع بقى بالتفصيل وبتجارب عملية في مؤتمر من أشهر المؤتمرات اللي بتتعمل للهاكرز في العالم ومقره في ألمانيا واسمه كايوس كوميونيكيشن كونجرس. أنا أشرح لك الموضوع بشكل مبسط لأنه مش سهل، لكن كل اللي عايز أقوله لك إن الموضوع عمل ضجة جامدة جدا وقتها في مجتمع الهاكرز والباحثين الأمنيين على مستوى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ كتير جدا من الباحثين يقولوا إن مكالمة فيكتوريا نولان اتسجلت بالطريقة دي. مش بس كده، اللي شرحوا الباحثين في التجربة بتاعتهم رجع الناس لمشهد مهم جدا في فيلم جيمس بوند سكاي فول. خليني أفكرك. Yes. Now. Mom, alert from the Q branch. Someone's trying to decrypt the stolen hard drive. We're tracing the encryption signal. Localizing now. Centering in the UK. London. Get us back to base as soon as possible. Coming from MI6. What? The data packet is linking to our network. Correction, this is behind our firewall. We should shut down. No, track it. We have to know where it's coming from. Strip the headers, trace the source. How the hell did they get into our system? Getting traced back now. It appears to be your computer, Mom. Shut it down. What is this? طبعا انت هتقول لي ده خيال علمي. صحيح الموضوع خيال علمي وفيه طبعا بهارات كتير، لكن الصادم ان ده حقيقي. اي حد عنده اتصال بنظام سيجنالينج سيستم 7 في شبكات المحمول يقدر يوصل لمكان تليفونك في اي حتة حوالين العالم ويتجسس عليك. اي حد من اول جهات الاستخبارات لحد المجرمين والارهابيين. صعبة صح؟ عموما مش صعبة لو عرفت النظريات العلمية اللي وراها، لكن خليني الأول أوري لك تجربة لبرنامج 60 Minutes لما قرروا يسافروا ألمانيا ويقابلوا المتخصصين في اختراق شبكات المحمول، ووافق إنهم يعترضوا ويسجلوا مكالمات المذيع مع السيناتور الاسترالي. أنا عارف إنك مصدوم وعارف إنك مش مصدق ومتخيل إن ده صعب جدا جدا. في الحقيقة هو صعب، بس الأخطر بقى إنه مش مستحيل، والأكتر خطورة إنه ما تفرقش نوع الموبايل اللي سعادتك بتستخدمه إيه، عشان دي مشكلة في البنية التحتية للاتصالات. موبايل بقى أندرويد، آيفون، بلاك بيري، ويندوز، أو حتى نوكيا ب 100 جنيه ولا تفرق برضه. هتتجاب وتقول لي تسريبات؟ يا راجل كبر مخك، دي الناس حياتها بقت في الشارع. في الحلقة الجاية هنكمل أسرار تانية للتجسس على الموبايل ما اتعرضتش قبل كده، والأهم إزاي تحمي نفسك من الاختراقات دي. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.